افتتح حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، افتتح يوم أمس الخميس كلية القرآن الكريم بالجامعة القاسمية، وأيضا أطلق الموقع الإلكتروني لدار المخطوطات بالجامعة القاسمية. ولتسليط الضوء على هذه الكلية القرآنية الفريدة من نوعها، أستضيف عبر الهاتف مستمعينا الكرام الشيخ الأستاذ الدكتور رشاد محمد سالم مدير الجامعة القاسمية بالشارقة لتسليط الضوء على هذه الأحداث العلمية المهمة. دكتور رشاد، مرحبا بك في برنامج رتل. مرحبا شيخنا الشيخ جداد، أهلا مرحبا، حياكم الله. إذن أمس كان الجامعة القاسمية تشهد عرسا حقيقيا بحوادث كثيرة، منها افتتاح كلية القرآن الكريم، ومنها إطلاق الموقع الإلكتروني لدار المخطوطات، وأيضا هناك مستجدات وأخبار يعني مفرحة لكل مهتم بشأن من شؤون الجامعة القاسمية. فما تعليقك دكتور رشاد على افتتاح كلية القرآن الكريم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. فلا يخفى على أحد توجهات ورؤى حضرة صاحب السمو التي تركز على بناء الإنسان منطلقا من القرآن الكريم والحديث الشريف بطبيعة الحال، واللغة العربية لغة القرآن الكريم. نعم. ولذلك كانت رؤية سموه إنشاء كلية القرآن الكريم في الجامعة القاسمية لكي تستقبل الطلبة الوافدين من كل بلاد العالم، قرابة 80 دولة حتى الآن، ليلتحقوا بكليات الجامعة، وفي المقدمة كلية القرآن الكريم التي يقبل عليها الكثير من أبنائنا وبناتنا. وافتتاح الكلية بالأمس، الكلية تعمل منذ عامين، لكن كان صاحب السمو حفظه الله يفتتح المبنى الخاص بالكلية. نعم. ولا يخفى أيضا أن مجمع القرآن الكريم في الشارقة وكلية القرآن الكريم كلاهما يكمل الآخر. نعم. ويركزان على الاهتمام بالقرآن الكريم تلاوة وحفظا وتجويدا وقراءات وكل ما له صلة بالقرآن الكريم، مع التنويه أن مجمع القرآن الكريم لما يفتتح بعد، وافتتاحه بات وشيكا بإذن الله تعالى، وحقيقة جملة من المفاجآت سيحملها مجمع القرآن الكريم ستعلن في حينها بإذن الله تعالى. نعم بالتأكيد هذا لا شك فيه، لأنه نحن نعرف الرؤية العامة لحضرة صاحب السمو في هذا المجال. وهو يعني الاهتمام الكامل بكل ما يتعلق بالقرآن الكريم، وهذه يقوم بها يعني المجمع القرآن الكريم. وأما الكليات فتركز على الجانب الأكاديمي. وكلاهما يكمل الآخر. بإذن الله. نعم. طيب دكتور، بالنسبة لاستقطاب الأساتذة المتخصصين في علوم القرآن لحمل رسالة هذه الكلية، كان هناك استقصاء لخيرة المتخصصين في هذا المجال. نعم. يعني أذكر أن كنا في إجازة الصيف، وكنت ساعتها على سفر، ولم أجد أكثر تخصصا من حضرتك. الشيخ شرزاد بالذات يعني قام معنا مشكورا باختيار كفاءات متخصصة من كافة البلدان العربية. والحمد لله عندنا مجموعة لا بأس بها، ونحن لازلنا في كل فصل دراسي وفي كل عام نضيف الجديد والجديد بمشاركة أحبابنا من خبراء القرآن الكريم والقراءات، شيخ شرزاد، أخونا الباشمهندس خليفة الطنيجي، كل ما له صلة بالقرآن نشركه معنا لكي نرقى دائما بالمستوى، والحمد لله. نعم. دكتور رشاد، بالنسبة للانضمام، بالتأكيد كثير من المستمعين الكرام والمتابعين يسأل عن طريقة الانضمام إلى الجامعة القاسمية عموما وإلى كلية القرآن الكريم. ما هي الشروط؟ ما هي المعايير؟ ما هي الدول التي تستقطبونها؟ ما هي المعايير التي تضعونها لقبول الطلبة؟ البلدان العالم وصلت حتى الآن 79 دولة من كافة قارات العالم. يا سلام. ولكن الشروط أن يكون خريجا حديثا ما أمكن. أن يكون مجموعه مرتفعا، الجانب الأكاديمي بتاعه متفوق، وأن يكون صغير السن، وأن يكون متفرغا للعلم. لماذا؟ لأن صاحب السمو حفظه الله ينفق عليه من الألف إلى الياء.
نعم. منذ يخرج من بيته إلى أن يعود، بل سيتولى صاحب السمو حفظه الله كما أنبانا بالأمس في مجلس الأمناء بأنه سيرعاهم حتى وهم في بلدانهم، لكي يقوم كل واحد منهم بأداء رسالته سفيرا للإسلام في الموقع الذي هو فيه. إذن الدراسة مجانية بكل شيء، لا يكلف نعم. الطالب شيئا على الإطلاق. نعم. نعم. الحمد لله. إذن هذه المعايير، أنه يكون حديث التخرج وتكون نعم. المفاضلة يعني بالنسبة للمعدل، وأيضا نعم. كان هناك نسب لكل دولة من الدول. نعم، بالتوازن نراعي هذا التناسب بين الدول. نعم. وعملية التوازن، يعني لا نأخذ من دولة عددا كبيرا نعم. ونحرم دولة أخرى، لا. نعم. إضافة إلى أن الطلبة الذين يلتحقون بكليات القرآن الكريم بدأنا نشترط حفظ القرآن، معظمهم الحمد لله يحفظون القرآن الكريم كاملا. دكتور رشاد، بالأمس وأثناء زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي لكلية القرآن الكريم، أتحفتمونا بعرض نماذج من طلبتكم. هؤلاء الطلبة من أجناس شتى ومن مناطق جغرافية شتى، ولكن سبحان الله يعني إتقان في علوم القراءات. يعني أحد هؤلاء كان يقرأ بقراءة عجيبة، قراءة ابن كثير. نعم. وهي ليست قراءته، يعني أقصد ليست قراءة بلده ولا حتى منتشرة في العالم الإسلامي. أقصد يعني لا توجد عندنا دولة بكاملها تقرأ بقراءة ابن كثير سوى المتخصصين في علوم القراءات. هذا المستوى المتقدم اهتمام طلبتكم بعلوم القرآن، كيف وصلتم إليه؟ سيدي، نحن لما حضرنا الأساتذة المتخصصين، نعم. بدأ يكون هذا هو نتاجهم. نعم. يعني الطالب لا يعرف شيئا عن القراءات وتخصصاتها وأفرعها المختلفة. نعم. فيتعلم على يد الأساتذة عندنا بفضل الله تبارك وتعالى. نعم. والقادم بمشيئة الله سيكون التقدم أرقى وأرقى، ولا سيما حين يفتتح مجمع القرآن الكريم. سوف نستفيد من خبراته ومن التعاون معه بإذن الله. طيب دكتور، وردني سؤال عن كيفية التقديم. هل هو تقديم مباشر يأتي بأوراقه مباشرة؟ يعني لنا طريقان حتى الآن. الطريق الأول موقع الجامعة الإلكتروني. نعم. والطريق الثاني عن طريق خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، مشكورين يتواصلون معنا ويرشحون لنا عن طريق سفارات دولة الإمارات العربية المتحدة في الخارج. نعم. نعم. طيب دكتور، الموقع بالتأكيد سيفتتح قبيل الفصل الدراسي، يعني الفصل الدراسي القادم المتوقع أنه الموقع يفتتح متى؟ الموقع مفتتح منذ عدة سنوات، موقع نعم. الجامعة. أقصد قسم القبول متى يفعل؟ القبول يعني نحن نفتتحه سويعات قليلة، ساعتين ثلاثة يأتينا المئات. الله. وفي الفصل الماضي أتى إلينا كنا نحتاج إلى 150 قبل أن يزيدها صاحب السمو بالأمس في مجلس الأمناء إلى 300، فكان يأتينا 4000 ومئات الطلبة. طبعا هذا لنختار منهم 150 فقط. هذا الخبر كم كنت أتمنى أن تركز عليه وسائل إعلام يوم أمس. حضر صاحب السمو ضاعف عدد المقبولين من الطلبة. نعم. هذا يعني شيء كبير. عدد الطلبة تم مضاعفته، وأيضا تكفل حضرة صاحب السمو بماذا يا دكتور؟ نعم. موضوع الطعام، صح؟ نعم. بإطعام هؤلاء يعني جميعا. نعم. إن شاء الله احنا نرتب لهذا. صاحب السمو أمر وجاري الآن بناء مطعمين كبيرين، واحد للبنين واحد للبنات. نعم. وفورا انتهى هذه المطاعم سوف ننفذ توجيهات صاحب السمو حرفيا. لأنه صاحب السمو لا يبخل على أبنائه وبناته بشيء، لا في مطعمهم، في مشربهم، في مأكلهم، في مسكنهم، في كل شيء، في دكتور الآن في التأمين الصحي. الآن مكرمة حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي لهؤلاء الطلبة تشمل ماذا؟ تشمل الدراسة يعني مجانا؟ نعم. الدراسة مجانا. نعم. الكتب، التأمين الصحي، نعم. المواصلات من بلادهم إلى الجامعة والعودة، كل ما يتعلق بالدراسة لا يكلف طالب شيئا. الأكل والشرب، التطوير الذي وجه به صاحب السمو بالأمس إنه مطاعم متخصصة، وكل هذا على نفقة صاحب السمو، بالإضافة إلى الراتب الشهري، صح؟ إلى الراتب الشهري. نعم. نعم. طيب يعني حقيقة أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل ذلك كله في موازين حسنات حضرة اللهم صاحب السمو. طيب دكتور، خبر آخر أمس أيضا ضمن
جولات حضر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي، افتتح يوم أمس أو أطلق الموقع الإلكتروني لدار المخطوطات. تحدثنا عن هذا الموضوع. معروف أن صاحب السمو حفظه الله كل المخطوطات التي اقتناها في قصره الخاص من كل بلدان العالم أراد أن تستفيد منها الدنيا كلها. نعم. وبالتالي نقلها وبنى لها مبنى دار المخطوطات الإسلامية. نعم. وكان لزاما من على توجيهات صاحب السمو أن يكون لها موقع إلكتروني يعني ينقل هذه المخطوطات والأفكار وكيف الدخول عليها وكيف الاستفادة منها إلى كل بلدان العالم. فلما أقمنا هذا الموقع بالأمس شرفنا صاحب السمو حفظه الله بافتتاحه لكي تؤتي الدار ثمرتها لا على المستوى المحلي فحسب ولا العربي ولا الإسلامي، ولكن على مستوى الدنيا كلها. وهذا هو منهج صاحب السمو، لا يفرق بين هذا وذاك، وإنما ينطلق بمفاهيم الإسلام الرحبة. نعم. التي تعتمد الوسطية والاعتدال. نعم. نعم. طبعا هذه دعوة لكل الباحثين وطلبة العلم. نعم. والمتخصصين في الدراسات سواء أكاديمية أو العلمية. نعم. الحمد لله. للاستفادة من هذا الكنز المعرفي الذي لا يقدر بثمن. هذا كنز أنفق حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي يعني زهرة حياته في جمع هذه المخطوطات، والآن هذه المخطوطات تم أرشفتها في دار المخطوطات، والآن تعرض توضع بين يد الباحثين. نعم. توضع بين يد الباحثين. نعم. نسهل لهم الأمر. نعم. وصاحب السمو عطاءاته لا تنتهي. نعم. في كل فترة يوافينا حفظه الله بالعديد من المخطوطات التي يقتنيها خلال سفرياته خارج الدولة. وأنت تعرف يا دكتور وأنت متابع لهذه المسألة أن بعض المخطوطات أو جل المخطوطات ترى لكل مخطوطة قصة، كيف تم الوصول إلى هذه المخطوطة وقيمة هذه المخطوطة وكيف تم الحصول عليها. وطبعا احنا ما تكلمنا عن ماذا تفعل دار المخطوطات بهذه المخطوطات. دكتور رشاد، لو نسلط ولو ضوء سريع على ما الذي تفعله دار المخطوطات بهذه المخطوطات، كيف تتم المعالجة، كيف تتم الأرشفة. نعم. يعني أما انتقاء المخطوطات فصاحب السمو ذواق في هذا المجال، ومعروف أنه حفظه الله مثقف وقارئ ومحب، فبينتقي يعني مخطوطات يعني كنوز بالفعل، ثم تأتي إلينا فالأول نستقبلها، ثم التي تحتاج إلى ترميم ترمم وإلى تعقيم تعقم وتدخل دنيا الفهرسة. وقريبا إن شاء الله سنصدر أول فهرس للمخطوطات التي في الدار ليكون أيضا في متناول الباحثين والدارسين من كل مكان. فالدار تقوم بواجبها اتجاه الحفاظ على هذا المخطوط، ثم تحتفظ به في مكان خاص معقم تعقيم خاص بأجهزة خاصة داخل الدار لكي يحافظ عليه، لأنه زي ما حضرتك أشرت هذه كنوز لا تقدر بثمن. نعم. وأيضا لابد من الإشارة إلى أن الأجهزة التي تم استخدامها لمعالجة هذه المخطوطات وتعقيم هذه المخطوطات وترميم هذه المخطوطات تم استقطاب أفضل أجهزة التعقيم والأجهزة المتخصصة في العناية بالمخطوطات على مستوى العالم. نعم. نعم. صاحب السمو لم يبخل على هذا. لم يبخل بشيء، بل وجهنا إلى أن نشتري أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا حفظ المخطوطات. نعم. وأحضرناها والحمد لله. نعم. والله يا دكتور رشاد، يا حبذا لو المدارس الثانوية أيضا يكون لها زيارات إلى دار المخطوطات حتى ترى هذا الكنز المعرفي والإرث الحضاري، على الأقل يكون تمهيد لهم في المرحلة الجامعية إذا أرادوا الاستفادة من هذه الدار التي حقيقة يعني أيقونة في إمارة الشارقة. نعم. الحمد لله. بعد افتتاح الموقع بالأمس بدأ الانفتاح في الداخل وفي الخارج بإذن الله. نعم. وسوف يقبل الناس صرافات ووحدانا على الدار للاستفادة منها في كل أوقات، وسوف يمتد افتتاح الدار لا وردية واحدة فقط وإنما عدة ورديات، يعني معظم الليل والنهار سوف تكون الدار مفتوحة وفيها المختصين الذين يسهلون عملية البحث والاطلاع. ونحن من خلالكم جزاكم الله خيرا ندعو كافة الباحثين والباحثات أن يشرفونا في دار المخطوطات، وسوف يجدون منا تسهيل كل الأمور والاحترام الكامل لكل من يأتينا بفضل بإذن الله تبارك وتعالى. طبعا دكتور رشاد، أنت تعرف المكتبات العالمية
نعم. حينما يتواصل معها الباحثون تفرض نعم. رسوم وتفرض أحيانا مبالغ قد لا يستطيع الباحث حتى تأمينها. نعم. لكن كل المخطوطات اللي عندكم هي متاحة بالمجان للباحثين ولطلبة العلم. ونعم. يا سيدي الفاضل، لا يخفى على أحد كرم حضرة صاحب السمو حفظه الله. نعم. ذات مرة وهو يمنح طلبة العلم 1500 درهم في الشهر، فقلت له سموك يكفي 1000 درهم؟ قال لا، دعهم يعني يبحبحون، يبعثون أشياء لأهليهم في بلدانهم. نعم. فال 1500 درهم ونحن رأينا بالأمس في مجلس الأمناء أمر بأن يكون الطعام أو تكلفة الطعام على نفقته الخاصة، فصاحب السمو لا يبخل بشيء، ولو طلبت وأخذت شيء لا هذا مبلغ بسيط. فاللي اسمنا أخذنا فلوس وعملنا فلوس، لا نجعلها احتسابا لوجه الله تبارك وتعالى. هذا هو منهج صاحب السمو حفظه الله. جزاك الله خير دكتور رشاد. إن كان عندك كلمة أخيرة في نهاية هذه المداخلة دكتور. الله يخليك حبيبي. نعم. والله احنا بس نسأل الله عز وجل ان يعني يوفقنا للاستمرار في هذه المسألة لتطبيق رؤية صاحب السمو، لأنه حقيقة من يهضم رؤية صاحب السمو ويحرص على تنفيذها كما يحب صاحب السمو يعني يضمن بمشيئة الله تعالى وبتوفيقه النجاح الكامل بإذن الله، ونحن نجتهد في هذا ما أمكن، وصاحب السمو حفظه الله لا يبخل علينا بشيء، ولذلك دعاؤنا له أن يحفظه الله تبارك وتعالى ممتعا بالصحة والعافية والمزيد من العطاء لبناء الإنسان ونهضة الإنسانية. دكتور، وردتني بعض الأسئلة ولعلي يعني المتبقي من الوقت لا يعني أعتذر من الأخوة الذين ينتظرون عبر الهاتف لعرض تلاواتهم. دعني أكمل هذه الدقائق معك من زمن البرنامج. وصلتني بعض الأسئلة تسأل عن أقسام الجامعة القاسمية، الكليات الموجودة في الجامعة القاسمية الدرجات العلمية التي فيها حاليا. 5 كليات. نعم. كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، كلية الاقتصاد والإدارة، كلية الاتصال، كلية القرآن الكريم. نعم. 5 كليات للبنين و5 كليات للبنات. نعم. نحن نحرص أو نستقطب في الدرجة الأولى الطلبة من خارج الدولة، نأخذ من الداخل قليلا جدا جدا بشروط ومواصفات خاصة حتى لا تفتح لكل من يعني يغوي العلم ولا يغوي العلم. صاحب السمو ينفق بسخاء على المحبين لتحصيل العلم بحقوقه، فالمجال مفتوح. والدرجة اللي حتى الآن درجة البكالوريوس المرحلة الأولية، صاحب السمو حفظه الله وجه بأن نرجع بعض الوقت الدراسات العليا حتى يعني الجامعة الآن 5 سنوات فقط، وجامعة الشارقة لم تفتح دراسات عليا إلا بعد مرور 20 عاما. فلن نتسرع حسب توجيهات صاحب السمو في افتتاح الدراسات العليا الا بعد استقرار الاوضاع وزياده الاعداد. وحضرتك لاحظت امبارح في مجلس الامناء وحضرتك معنا في مجلس الامناء انه صاحب السمو مشكورا امر بمضاعفه العدد، بدل ان كنا ناخذ 150 طالبا من خارج الدوله صاروا 300 طالب من خارج الدوله. نعم. جزاك الله خير الدكتور رشاد على هذه المداخله القيمه، واسال الله عز وجل يجعلها في موازين حسناتك. مستمعين الكرام، كان معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور رشاد محمد سالم مدير الجامعة القاسمية بالشارقة، وكنا نسلط الضوء على مكرمة حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بافتتاح كلية القرآن الكريم يوم أمس بالجامعة القاسمية، وهي أول كلية للقرآن على مستوى الإمارات، وأيضا إطلاق الموقع الإلكتروني لدار المخطوطات بالجامعة القاسمية. وسلطنا الضوء على بعض المكرمات التي شمل بها حضرة صاحب السمو طلاب ومنتسبي الجامعة القاسمية. أيضا كان هناك زيادة في امتيازات المنتسبين في الجامعة القاسمية يوم أمس. وبهذا الخبر الجميل مستمعين الكرام والذي يخص القرآن وأهله نكتفي بهذا. يعني اعتذر من الإخوة الذين ينتظرون عبر الهاتف، ما بقي عندنا وقت حتى نأخذ التلاوات، ولعلي أرجئ أخذ التلاوات إلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. واعتذر لكل الذين ينتظرون منذ فترة طويلة، وأعيدهم بأن أخذ تلاواتهم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. مستمعين الكرام، فاز معنا في هذه الحلقة عبد الرحمن هشام بجائزة نقدية مقدمة من إذاعة الشارقة. مبروك لعبد الرحمن هشام، ودعوة لكل فائزين معنا في الحلقات الماضية إلى مراجعة استعلامات القناة أثناء الدوام الرسمي لاستلام جوائزهم النقدية.
في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم علي بن سعيد في الإخراج وأحمد نور في تنفيذ الإرسال. تقبلوا تحياتي محدثكم الذي يستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.